يا تتخارجوا، وحياة الله ما يسوقوكم بالخلا. ما تسمعوا لي كلام الربيع، ما تسمعوا لي كلام الخالة جعفرية، ما تسمعوا لي كلام الظافر، ما تسمعوا لي كلام وحياة الله ديل ناس حسابات. انتوا ما شايفين امس احمد كسلة قاعد معاه الفاضل منصور الطاهر حبيب، ها قال لهم اخوانا المرة جاية وانا والله بس محتاج حسابات والله زول دق كورة في لايف. ده احمد كسلة والله، ديل بتبرعوا له وقالوا له بعرف $10,000 وده قال لي انا بتبرع عليك بكم. انت دار تتخارج ليه يا كسلة؟ تقول لي المرة جاية وانا حختفي من اللايفات. انت جاتك معلومة، انت ما ساموراي يا كسلة، جاتك معلومة انه في طقع حيحصل. قال له عديل، قال له انا حاغيب من اللايفات دي اسبوع اسبوعين. اللي بيخليك تختفي شنو يا كسلة؟ انت ما ولحتها جوا هناك يا صاحبي، انت جبت الفتنة يا زلمة. انت فتنتها في المساليد، فتنتها في المساليد وجاي تفتن النوبة، ودي شغلتك يا كسلة معروفة يعني بابا. واقسم بالله العظيم يا ام كعوكات ما في زول ضيعكم غير كسلة ده، وهو مصر وحيكملكم. كسلة ده حيكتومه من جوا وليكن علي وحياة الله تكتم من جوا، وكسلة حيفتن لكم من جوا. اسمعوها مني انا، باروا لي كسلة ده والله. كسلة ده لو ما كسر لكم من جوا، لو ما كسر لكم الدوج ده من جوا كسلة ما تدوا لي يدكم وليكن علي. مش قلت ده ولدكم وده ود ام شواق المدلل. كسلة ده بيكسر لكم من جوا وقربت. انت ما شايفين مس بكري ده قام وقعد. بكري ده انفجر ليه؟ بكري ده ما ولدكم الخلى بكري تضايق شنو؟ ده كسلة ملك الفتنة يا صاحبي. كسلة ده بيفتنا لكم من جوا، يا ده بيفتيلا يا زولي. ده ساموراي. كسلة ده جنجيش والله يا كعوكات. اسمعوا كلامي. وش قال لكم انا حختفي من الميديا اسبوع اسبوعين؟ والله مش قال لكم كسلة ده بختفي اسبوع؟ اقسم بالله معناته حصار الفاشر ده حيفك الجمعة الجاية ليكن عليه. مش كسلة ده قال لكم انا بختفي وحياة الله معناته في متك، معناته في كسع وفي بل، معناته في ركوب جد والله العظيم جد والله العظيم. يا هذا شغالين يحنسوا فيه وطبعا هم ما عارفين كسر سايقهم بالخلا، وقال له انا جايب المرة، وطبعا وانا المرة لما تجي ما حقدر افتح لايف وحاختفي منكم اسبوع. وطبعا الفاضل منصور عامل فيها سياسي محنك وما عارف كسر سايقه بالخلا. الطاهر حبيب برضه ما عارف. قال له طبعا ديل قالوا له شو احنا بنتبرع عليك. ما لا ما 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 ما, ما, ما. نحن انا بجيب لك الشقة، انا بجيب لك الفندق، انا بديك $10,000. ده قال لي انا بديك $20,000. طبعا كسر طواري ركز كده حسابات وانا حسابات، وجا دخل له من ود مكة طبعا ما فك الشغل هو ذاته ود مكة. قال له يا اخوان يا اخي الزول ده المرة جاي المفروض تقيفوا معاه يا اخي احمد كسر ده يا اخي. هو الناس تتبرع عليه وكسر ده يا اخي. كسر ده معايا كده طابخنا الاثنين طبعا، ود مكة واحمد كسر الاثنين طابخنا. الفاضل منصور طواري قال لي شنو؟ قال لي لك عليها كسلة انا بديك $10,000. طاهر حبيب برضو قال لي انا بديك $20,000 يا كسلة. انت ما ولدنا وانت زولنا. الكلام ده بتين؟ قال لي لا الكلام ده احتمال بكره بعد بكره. واعذروني والله ما بقدر افتح لي لايف لانه انتوا عارفين حكون مشغول وانا ما بقدر اطلع تاني، والموضوع ده بيبقى لي صعب لكن انتوا بس اقيفوا معاي في الفتره دي يعني. وطبعا قالوا لي جدا ما بنقصر معاك، بنقيف معاك يا كسلة خلاص اقيفوا معاه، انتوا ما بتقصروا في الوقفه مشهوده بيكم يا الفاضل منصور والطاهر حبيب بس بعدين بذكركم كسلة مشى وين؟ كسلة ليه ما فتح لايف؟ الفتره الجايه دي فتره ضيق والله، ضيق النفساء يا الفاضل منصور. الود ما يغيب، الود ما يقول لكم انا حختفي يومين 3 يوم. انتوا اليوم الواحد بتقدروا تتحملوا والله. شغلنا الجاده شغل ضغط، عشان كده حاولوا امسكوا كسلة ده تصبروا به، ما تخلوه يختفي من اللايفات دي.
والله ما بتقدروا تتحملوا لا. نحن طعميتنا حاره في اللايفات دي والله، اسمعوها مني. انتوا مصبركم القهوه بتكسر ده، عشان كده حاولوا هاي ومشوا له الليله دي وهاي يقولوا له ما تختفي يومين ثلاثه، الموضوع ده بيبقى لنا خطر. حيبقى لكم خطر شديد والله. يلا يا شباب، فتلاكم بعافيه لي قدامي، تسلموا كثير.